السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن. هذه الحلقة غادي تكون حلقة متميزة، غادي نهضر على الوقائع اللي وقعت البارح في مدينة طنجة بالضبط. يعني واحد مجموعة ديال الشباب خرجوا في مسيرة، يعني في مسيرة سلمية، بداوها سور ماغازين حتى جهة بولفار، وهودوا تحت جهة بلايا، وما هو غادي توصلوا جهة مالاباطا. هاد الأشخاص هادو كيطلبوا ثلاثة الحوايج اللي هي مهمة: الصحة، التعليم، العيش الكريم. يعني المتطلبات شرعية وخصها تكون. شفنا الخرجه ديال رئيس الحكومه اللي خرج وقال بان يعني عزا ديك الناس اللي ماتوا وكذلك، وشكر الامن اللي كيقوم بالدور ديالو. ولكن واحد النقطه مهمه خصني نقولها: التغيير فين هو؟ علاش ما خرجوش النهار الاولاني؟ علاش ما خرجوش النهار الاولاني؟ يعني تطورت الامور الى اسوء. هذا السؤال كيطرح نفسه. المهم ما علينا. اليوم خرج رئيس الحكومه وقال هذا الكلام اللي تسمعوه دابا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده اعضاء الحكومه، تابعنا جميعا التطورات المؤسفه التي وقعت خلال اليومين الماضيين بعدد من مدن المملكه، والتي عرفت تصعيدا خطير مس بالامن والنظام العامين، وادى الى اصابه المئات من افراد القوات العموميه والحاق الضرر بالممتلكات العامه والخاصه، كما سجلنا للاسف وفاه 3 ديال الاشخاص رحمهم الله. وهنا لابد ان ننوه بالتدخلات النظاميه لمختلف الهيئات الأمنية التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية. كما نؤكد أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة، وتجدد مرة أخرى التأكيد أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب. ديك الاخوان يعني اللي خرجوا في المسيره اللي هي سلميه، خرجوا من السور ماغازين بداوها هما هوادين. وصلت الساعه متاخره من الليل، الناس فرقت في بحالها، بقاو واحد المجموعه ديال الشباب. وهاد المجموعات هادو راه نحضركم اقسم بالله، هاد المجموعات هادو راه كانوا في 20 فبراير كتجبر واحد الطائفه اللي باغيه الخراب من هذا البلاد. كل مره كيصارد واحد مجموعه من الشباب اللي كيخرج يعني كيقول سلميه وتمشوا الدراري ديال طنجه وحضاره وما نعرفش شني وكذا كذا، المهم هوادين محمد، ولكن مشاو بحالهم ديك الناس فرقوا، بقاو واحد مجموعه ديال الشباب دوك يخربوا. خيلوا ان كيمشيو الممتلكات العامه كيدمروها، كيهرسوا ديك بلايا، الشجره كيقلعوها. واش هذا احتجاج؟ واش هذا احتجاج؟ نكونوا واضحين، واش هذا الشيء هذا احتجاج؟ هاد الاشخاص هادو اقسم بالله هادو كيتعتبروا جراثيم في المجتمع، هادو كيتعتبروا جراثيم في المجتمع. شفت انا فيديوهات الناس كتدخل المحلات ديال الناس كتسرق الزيت، فرعه بقاقل، فرعه ماكدونالدز مهرسه، بلايك مهرسين. شنو هادشي هذا؟ شنو هاد الهمجيه؟ شنو هاد الهمج؟ واش حنا في 2025 كاين هاد المجموعه؟ هاد الاشخاص هادو خصهم مؤبد. باش نكونوا واضحين، المتطلبات الشرعيه ضروريه، العيش الكريم ضروري، ولكن ماشي بهذه الطريقه كتطلب الحقوق، ماشي بهذه الطريقه كتطلب واحد الطريقه اللي هي السلميه. الصوت ديالنا كيوصل لجلاله الملك، وحنايا كمغاربه وكشباب ما كاينش فرق بين الشباب وكذا. راه على مثلا الشباب اللي كيعيشوا راه عايشين الوالدين ديالهم يماهم باباهم، انسان 70 عام 80 عام كامل كيتعتبر مواطن مغربي. كاين شي الشباب زيد ولا التخاربيق ديال زيد، ما هادشي هذا كامل يتخربق. حنا المشكل فينا حنايا، المشكل ماشي في زيد ولا اكس ولا اجريد، لا، المشكل فينا حنايا كمغاربه. حنايا ما كنحملوش بعطيسنا، في الاصل ما كنحملوش بعطيسنا. حنايا عندنا العنصريه مع بعطيسنا. كتجبر حي كتجبر اشخاص، اقسم بالله كتجبر اشخاص، والتجار ما كيحملش التجار ديالو على تزادت عليه شي حاجه. كيفاش بغيتوا هذا المجتمع يطلع مزيان؟ كتجبر التجار كيحقد للتجار ديالو، ديك الابن كيشوف بابا كيحقد للتجار هو كيطلع حاقد. انسان كيجوج كيولد لك 20 العواول. علاش؟ جلاله الملك نهار العيد الاضحى يعني امر بان ما غاديش يكون عيد الاضحى باش توفر الماشيه وباش العام الماشي يكون مزيان. ولكن شفنا واحد مجموعه ديال الهماج مشاو كيشريو اللحم ومشاو كيشريو الحواله. يعني ما بقاتش ديك التصادم ما بقاش. كتجبر مثلا بطاطا تزادت، الخضره تزادت، مطيشه تزادت، الحوت تزاد، الحاجه تزادت ما نشريوهاش يا خوتي، ما نشريوهاش، نقطعوها. هذا هو الاحتجاج. وعاد كاين واحد مجموعه في المنابر الاعلاميه وفي الصفحات الالكترونيه كينشروا لك اخي ما احنا مقاطعين كاس افريقيا، مقاطعين كاس العالم. لا، خصنا كاس العالم، خصنا كاس افريقيا، وخصنا الصحه والتعليم، وخصنا العيش الكريم. هادشي كامل خصنا يكون. ولكن باش نقطعوا واحد الرزق اللي يجي، كاين الناس اللي تسمعش منها، ما تسمعش منها. اي واحد شنو نقولوا مثلا راه كاين التاكسي كيخدم،
التاكسي كيخدم على راسو غادي يجبر الراوج النهار ديال كاس افريقيا، بيع والشراء يجبر الراوج، البقره يجبر الراوج، الخزينه يجبر الراوج، يعني كاينه واحد الراوج. علاش نقولوا هادشي ما كنستافدوا شي منه؟ كنستافدوا منه. وهادشي هذا اللي كتعملوا الدوله ديال بناء الملاعب كذا راه مزيانه المغرب. انا فرحان كنشوف المغرب ديالي كيتسبنا، انا فرحان كنشوف المغرب ديالي كيتسبنا، كيعجبني نشوف العمارات. المغرب جا بحال دبي، علاش لا؟ كينوض واحد المجموعه ديال الشباب كيخرجوا كيدمروا كيهرسوا الشجر. الله يا اخي واش هذا من الاسلام؟ واش من الدين؟ ما عنده حتى علاقه شي بالاحتجاجات شي المطالبه بالحق. اقسم بالله شي هاد الاحتجاجات ما كايناش، الاحتجاجات خرجوا من الغرب. الاحتجاجات باش كتجي انا شي اذا اقسم بالله لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. شي الانسان اذا ما غيرش من نفسه وجلس مع راسه ورجع عند الدين ديالو الاسلام، اقسم بالله لا تعوطت. واخا يجي رئيس حكومه يمشي رئيس حكومه ويجي رئيس حكومه ديما تبقى هايده. علاش؟ لان حنايا في الاصل ما صالحينش، كتجبر استاذ فعلا. كاينه هناك ديك الحاجه اللي ناقصه، وديك الحاجه الناقصه غادي نجيبوها بالعقل. باش كنجيبوها؟ بالذكاء ديالنا. واحد الاستاذ مثلا اللي كيمشي للمدرسه مثلا كيقري العواول، كيبغي يهني راسو كيديهم الانشاء، كيقول لهم كتبوا الانشاء كذا، ما كاين لا تعليم لا والو. وكيمشي للمدرسه الخصوصيه ولا كيزيد السوايع كيبين الخدمه ديالو تما لان تما الفلوس. هذا كيتسمى ديك الاستاذ ما صالحش. ديك الاستاذ ماشي مواطن مغربي، ما كيوصلش الرساله. لان حنايا ملي قرينا في الجيل ديالنا قرينا والحمد لله المدرسه العموميه خرجت اساتذه، خرجت اطباء، خرجت علماء، خرجت فنانين. يعني باش نكون واضحين، غادي يجي اخر قال لك لا كان استاذ كيشبر واحد الصالير ضعيف ولكن الامور كانت مزيانه. كان ديك الساعه كان باقي تصادم، كتبقى النيه من الثمانينات التسعينات من تحت كتبقى النيه. بحق دابا لا، دابا رجع الفعايل والحقد والحسد وهذا ما كيحمل هذا، وهذا كيتمنى هذا يكون. كاينه كبرانيه وكاينه بزاف ديال الحوايج اللي كتخلينا اننا عمرنا نكونوا متحدين. وهادشي هذا انتشر بزاف، وعيت ما كنقول هادشي هذا في الفيديوهات ديالي وفي الخرجات ديالي وفي اللايفات ديالي. واقسم بالله ما كانش التفاهم مع المغاربه، يتفاهموا كاملين ويرجعوا بحال الخوت. هذا يبغي الخير هذا، اقسم بالله لا تعوطت. واخا يجي رئيس حكومه يمشي رئيس حكومه ويجي. وكاينه بعض الناس لان باش تكونوا واضحين راه كاينه جهاد الجزائر، الكبرانات الجزائر والمخابرات ديالهم عاملين الخطه هذه باش يدمروا المغرب. لان المغرب مشى بعيد. حنا ما نكروش الشفاره كاينين في البلاد ما نكروهاش، ولكن المغرب مشى بعيد، التنميه مشى بعيد. وهاد كاس العالم خلى ان المغرب يزيد يجري، يزيد ينظم، يزيد يصلح. احنا بدينا كنشوفوا الاحياء كيلصقوا بومبيات داكشي مزيون كذا، الطرق كتصلح. باش غادي يجي واحد الشاب يدمر داكشي كامل؟ لا، فين غادي دير بلاد؟ يعني كتبين العادو ديالك. دابا العادو ديال المغرب يعني كيتمنى هادشي هذا وفرحان انه كيشوف هادشي هذا، وكيفرح ان لا مقاطعه كاس افريقيا، مقاطعه المنتخب. ها المنتخب الوطني البارح غلب البرازيل ب2-0. هذوك هما اللي كنعتبرهم انا الشباب زيد، لان المغرب فيه تطور. والكره نهضروا للكره، هي الكره شحال من واحد تنقد بها، شحال من موهبه تنقدت بسبب الكره. اللي طلع بحال ولا برا كذا. كره القدم راه فيها غادي تجد واحد المجموعه ديال الجهلاء كيكسبوا عبر المنابر الاعلاميه. ما خصنا ما عرفتش فعلا خصنا الصحه وخصنا التعليم وهادشي هذا ولكن علاش كندخلوا معهم حاجات اخرين؟ واحد القطاع وصل واحد القطاع وصل يعني القمه. وهادشي اللي بغينا. يعني فوزي القجع خدم الخدمه ديالو، بغينا وزير الصحه يخدم الخدمه ديالو، بغينا وزير التعليم يخدم الخدمه ديالو. زعما صراحه الله ما هادشي هذا كيعصب. وانا داكشي اللي شفتو البارح، يعني الفيديوهات اللي شفتهم البارح اقسم بالله ديك الناس اللي تشبرت خصها اقصى العقوبات. وديك العائله ديالهم لان لا حول ولا قوه الا بالله. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.